هتكلم عن نقطتين. اول نقطه، لو انت عندك شويه اصابات في الركبه كتير كده زي حالاتي وبتتمرن تمرينه رجل، ما تركزش قوي في موضوع الاوزان هتشيل كام والرجل هتستفاد ولا لا، لان انت كده كده عندك اصابه في ركبتك. فحاول تتمرن بالاوزان والزوايا وعلى الاجهزه المريحه للمفصل المصاب ده. طيب هل هستفاد ولا لا؟ هتستفاد. حتى لو شايل اوزان خفيفه هتستفاد، لان الاولويه هنا مش للعضلات، الاولويه لسلامه المفصل نفسه. ما ينفعش اقول والله ده انا شايل اوزان خفيفه عشان رجلي مصابه فانا مش هستفاد فانا هزود، هتعمل اصابه اكبر. خلصنا من دي. التريكات الثانيه، جهاز الدفع. للاسف يعني بشوف برامج تدريب بيتمرن 4 مجاميع واسع، 3 مجاميع ضيق، ومجموعتين 7، ومجموعتين 11، ومجموعه 8، وكلام ملوش اي اساس من الصحه. لو العضلات مش اكل عيشك، يعني انت مش لاعب كمال اجسام وبتنزل بطولات بقى والتفاصيل الصغيره بتاعت كل عضله فيها مشكله ولا لا، وايه اكبر من ايه والدنيا مظبوطه ولا لا، الكلام ده كله مش هيفيدك. لكن لو انت شبهنا كده وبتتمرن عشان صحتك العامه وعشان حجم عضلي عامه وصحتك تبقى كويسه وبتتمرن لنفسك، يبقى تتمرن على جهاز الليج بريس بالزاويه المناسبه ليك. يعني انا مثلا ما برتاحش غير في ان رجلي تكون 11 وباتساع الكتف لا واسعه ولا ضيقه بسبب الاصابه اللي عندي. انت كمان نفس الكلام. لو العضلات مش اكل عيشك فمش هيفيدك رجلك فوق عشان تجيب الخلفيه، لا اصل تحت عشان تجيب الاماميه. حط رجلك على الجهاز في الوضعيه المريحه ليك. ناخد مجموعه بقى سوا. يا رب يا كريم. رجلي باتساع كتفي ورجلي باصه لقدام، رجلي 11 بالشكل ده. انا ما برتاحش غير في الوضعيه دي، اي وضعيه غير دي بتضايق لي مفصل الركبه عندي. وابدا اتمرن. عشا كوتش.